الفاصوليا النيل اليوم سعرها من 48,000 ل55,000 جنيه للطن على حسب جفاف الحبوب. عندنا الفاصوليا النيل الطرية والرفيعة من 45,000 ل48,000 جنيه للطن. أما الفاصوليا النيلي الملدنة من 48,000 ل51,000 جنيه، والفاصوليا النيلي الناشفة من 51,000 ل53,000 جنيه للطن. أما لو هتسلم محطات 54,000 جنيه للطن، ولو هتسلم مخازن 55,000 جنيه للطن. الناس بتقول سعر تعبان خالص بالنسبة للفلاح، لكن ده سوق مفروض على الجميع، والسوق عرض وطلب، ويرد الناس بعد كده تزرع الفاصوليا الشتوي زراعة آمنة، لأنها بتيجي في وقت الأرض بتكون فيه فاضية، يعني عندك من 15/8 ل 15/12 ممكن تلحق تزرع قمح، بس تبدر بالفاصوليا الشتوي. وبالنسبة للفاصوليا الصيفي 60,000 جنيه للطن. السلام عليكم، أهلا بكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. فيديو اليوم هنتكلم فيه عن أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز، وهنتكلم عن أسعار مجموعة كبيرة من المحاصيل الزراعية والبقوليات والحبوب المعبأة. لو عايز تعرف كل ده وأكتر اشترك معنا في القناة عن طريق الضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك تقرير يومي بأسعار الرز الشعير وأسعار جميع المحاصيل الزراعية. سعر الرز الأبيض العريض من أرض المضرب النهاردة، البضائع العالية المخدومة كويس من المضرب، زيت وبخار وسيروتكس شكارة كمبيوتر. الأسعار الفعلية اللي بيتباع بيها في السوق من 27,800 جنيه ل 28,000 جنيه. أما الرز الأبيض الرفيع بضاعة أعلى جودة، زيت وبخار وسيروتكس، من 25,600 جنيه ل 25,800 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار الرز الشعير اليوم، في لخبطة طبعا في السوق من بعد قرار دراسة استيراد الرز الأبيض من الهند، وده ممكن يكون قبل رمضان وخلال شهر رمضان الكريم. سعر الرز الشعير العريض وصل للمضرب بيتراوح سعر الطن على حسب نسبة التصافي وجودة البضاعة من 17,600 جنيه ل 17,800 جنيه للطن. أما سعر الرز الشعير الرفيع وصل للمضرب من 16,600 جنيه ل 16,800 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار مخلفات الرز، السرس المطحون 2000 جنيه للطن. أما سعر الكونة 10,800 جنيه، وكسر الرز الناعم 13,200 جنيه للطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.